هنا الكرة طلعت رمي التماس. ايوه الكورتين بس، نقف نرجع بعد اذنكم نرجع. كرة خرجت رمي التماس، في كرة تانية في الملعب. لا. اهلا بيكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقناه ميلا ثابت. احنا النهارده في موعد مع ان احنا سبب الحقيقي وراء اعتراض لاعبي واداري سيراميكا كليوباترا في مباراتهم مع الاهلي في نصف نهائي الكاس السوبر. نشوف مع بعض، شفنا اللقطه دي، ركز معايا في اللقطه اللي فاتت وبعدين نشوف ايه السبب ورا الاعتراض، ونشوف طبيعة ثقافة اللاعب المصري، وخاصة اللاعب اللي هو ما بيلعبش في الأندية الجماهيرية أو الأندية اللي ليها تفكير في حصد البطولات. ابقوا معنا، ما تنسوش السبسكرايب واللايك والشير وتابعونا. رمي التماس، كل الكوره اللي نزلت بعد كده نلعب نمشي، رمي التماس استئناف حقه. بص الكوره نزلت ماليش دعوه، هل بيقف؟ هل الكوره دي اثرت على الكوره بتاعت اللعب؟ دي مش كوره، لا دي ما بقتش كوره، بقت عامل خارجي. هل العامل الخارجي ده اثر على اللعب؟ لا طبعا. يبقى اذا استمرار اللعب، لكن لو جت في نفس المنطقه دي كان الحكم لازم يوقف اللعب. دي كابتن شفنا زيها في نهائي كاس العالم، وبعد كده الفيفا قالت الكوره ما اثرتش على اللعب في الكوره بعيده. بالظبط. ده انا كان لعيبه نزلت ارض الملعب من بعيد. انا عايز اقول برضه اللعيبه بتعترض، الاجهزه الفنيه مش عاجبها. كان اللعيبه نزلت على الدكه قربت من جوه الملعب. بص يا محمد، عايز اقول اللعيبه اعترضت بشكل غير طبيعي، والجهاز الفني مش عاجبه، وده قانون مش غلط. اللي تم ما فعله محمد معروف صح 100%. هنشوف بالظبط انا ليه قلت لكم الموضوع ده، لان بص احنا الراجل قال لك ايه تصرف محمد معروف 100% صحيح، لكن انا هبص على حته تانية بعد كل اللي قاله كابتن احمد الشناوي، ان هو عندك انت بص معايا للعيب ده هنشوف مع بعض كده اللعيب ده تصرفه ازاي في البدايه. كان تصرف اللعيب ده في البدايه ان عندك انت ادي الكوره هتتلعب رمي التماس. ماشي معانا الكادر، افتح الكادر كده لحد ما هتتلعب رمية تماس. قبل ما يوطي على الكوره يجيبها، كان ايه وضعه؟ وضع اللعيب ده كان ايه؟ اهو ادي رمية التماس بتتلعب، اهي رمية التماس بتتلعب، رمية التماس خلي بالك معايا بتتلعب اهو. ارجع لورا سنة اهو يعني واخد باله من اللعبة وان الكرة في ايد لاعب الاهلي. تمام، اهي رمية التماس بتتلعب اهو، ادي اللعيب اللي بقول عليه. تمام، اللي بعد شوية هنلاقيه بيلتقط الكرة اللي هي التانية. يعني انت دلوقتي داخل في مود اللعب وعارف ان في رمي التماس هتتلعب، وبالتالي المفروض التصرف الطبيعي بتاعك انك هتتجه مع باقي زمايلك في منطقة الدفاع على اساس انك انت ايه تحاول تعطل الكرة او اي حاجة. ايه بقى اللي يخليك بعد كده، ايه اللي يخليك بقى تتجه لانك تبص لناحية تانية او تبص للكرة تانية؟ ما انا ممكن بقى كده لو مفيش نية سليمة اقول في حد بقى بيندق عليك على اساس انك انت تعطل اللعب وتروح تتحجج بيها ككرة تانية داخل اللعبة، لان هو الوضع التشريعي من جسمك انك انت متجه للاعب الاهلي اللي هيلعب رمية التماس، ولكن فجأة رحت باصص الناحية التانية وبعد كده بدأت ايه تلتقط او تاخد الكورة التانية اللي نزلت في الملعب في اثناء لعبة رمية التماس. يعني انا مستغرب ايه الثقافة بتاعت اللاعب، وبعدين انت جاي تعترض. ما شفناش الكلام ده في كاس العالم للأندية مثلا
اقرب حاجه لينا، او الدوريات الاوروبيه، ولكن دي ثقافه اللاعب المصري في ظل التحايل على اساس انه هو عايز يوصل لمكسب، وانا بعتبره مكسب غير شرعي لو جه بالطريقه دي. اعتراض سيراميكا المبالغ به يعني احنا يرجعنا مباراة سيراميكا مع نادي الزمالك، وفاكرين الموضوع الشهير مع الحكم محمد معروف لما مرضيش يطرد زكريا الوردي، وكان هو عنده انذار، وفي اللعبة اللي قدام حضراتكم دي المفروض كان يطلع الانذار الثاني، لكن هو بعد لما كان كان هيحط ايده على جيبه وهيطلع الكارت، لكن افتكر يعني ان زكريا الوردي عنده انذار فمرضيش يطرد زكريا الوردي. دي كان سبب عداء ما بينه وبين سيراميكا، او سيراميكا اخدوا الموضوع ده بالنسبه لمحمد معروف. طب انتوا مالكوا؟ احنا مالنا احنا بالقصه دي؟ انت والحكم محمد معروف تروحوا تتصافوا بعيد عن مباراتنا، مباراه الاهلي معاكم، وده السبب الحقيقي ورا الانفعال الزايد لسيراميكا كليوباترا كلاعبين واداريين محمد معروف. طب بالعند فيكم بقى عاشور 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 المفروض بقى تحسب وقت ضايع قد كده، فتقول له ان شاء الله ان شاء الله، وتيجي لاعب تاني تقول له لو قربت من عندي هطردك. مش يعني ما اعتقدش ان دي، يعني انا الحقيقه مستغربها ومش مستصيغها ومش حاببها، ومش حابب ان دي تكون سمة كرتنا. يعني لازم اللاعب يشعر في الملعب بالعدالة يعني. طب هو يعني لو كان لاعب قليل الادب وكل شويه بيعترض على حاجات ملهوش حق الاعتراض فيها، وبيعترض بطريقه فيها اساءه، انت عايز مثلا يعامل كل اللاعبين زي بعض؟ ما هو اصلا انت دلوقتي بتقول تحقق العداله، لو كل اللاعيبه ملتزمين، لو انت بصيت في المباراه في الشوط الاول زي ما قلنا ان في المفروض انذارات علشان الخشونه، و ما استخدمش هذا الحق الحكم محمد معروف، وبعدين اللاعب بيعترض لازم هيقول له طبعا ما تجيش ناحيتي. فكلمة حضرتك مزعلة حضرتك. اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين لقنوات ميلا ثابت. جماهير النادي الاهلي كواحد من الجمهور، يعني الشعور اللي انتابنا من بعد المباراه واثناء المباراه. لو انت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك، اللايكات دي بتساعدنا كتير، ولو لسه ما اشتركتش يا ريت تشترك سبسكرايب، لان القناه طبعا بدعمكم انتوا هي اللي هتكبر، وفضلا وليس امرا. اللي ما اشتركش يشترك، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك.